السلام عليكم البنات، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. اليوم بغيت نهضر معكم على واحد النهار اللي هو ماشي نهار عادي، هو نهار عرفه. ولكن ما غاديش نهضروا من ناحيه الصيام والدعاء فقط. بغيت نهضر معكم على كيفاش نهار عرفه يقدر يكون نقطه تحول حقيقيه في حياتك النفسيه والروحيه وفي حياتك اليوميه. حيت بزاف ديال الناس كيدوزوا نهار عرفة بحال أي يوم عادي، يعني أي يوم ديني عادي. شوية ديال الدعاء صيام، ولكن من بعد الحياة كترجع كيف كانت. ولكن اللي فاهم الطاقة الروحية ديال هذا النهار عارف باللي يقدر يبدل حياته كاملة في 24 ساعة. فخلينا نبداو. خدي معايا نفس عميق وخلي قلبك حاضر معايا في هذا الفيديو، حيث ممكن هذا الفيديو يكون هو البداية الجديدة اللي كنتي محتاجاها. أول حاجة خاصك تفهميها هو أن نهار عرفة ماشي غير مناسبة دينية. نهار عرفة هو يوم فتح، يوم كيكون فيه الباب مفتوح بينك وبين الله، وكتكون واحد الطاقة غريبة لدرجة أن الناس اللي عاديين ماشي الحجاج، الناس اللي ما مشاوش الحج كيحسوا بهذيك الطاقة الغريبة في داك النهار. تخيلي معايا ملايين الناس واقفين في جبل عرفة، بلباس موحد أبيض، بلا مظاهر، بلا طبقيات، كيف الغني كيف الفقير، بلا مناصب بلا أقنعة، وكل شي واقف بنفس الشكل بنفس الضعف وبنفس الاحتياج لله سبحانه وتعالى. وهنا كاين واحد السر عظيم. الله في هذا النهار كيبغي منك ترجعي ليه كما انتي، ترجعي ليه كيف ما انتي، بلا تصنع، بلا قوة مزيفة، بلا تمثيل انك بخير وانتي راكي مكسور من الداخل. وكما قلت لك، باغيك انتي ترجعي ليه كيف ما انتي. الغلط اللي حنا كنديرو في حياتنا هو اننا كنعيشوا طول العام وحنا كنبانو اقوياء، ولكن نهار عرفة هو نهار الانهيار الجميل بين ايدي الله. باغا تبكي بكي، خايفة قوليها، حاسة براسك ضايعة اوكي اعترفي بها، كضرك شي حاجة قوليها، احكيها لله سبحانه وتعالى. حيت الشفاء ما كيبداش بالقوة، كيبدا بالصدق. وعارفة شنو الحاجة اللي كتمنع بزاف الناس يحسوا باللذة ديال الدعاء في عرفة؟ هو انهم كيدعيو بعقل خايف ماشي بقلب مؤمن. كتلقاي البنت كتقول مثلا يا ربي بغيت حياة زوينة، ولكن من الداخل ديالها مقتنعة باللي مستحيل تبدل حياتها. كتقول يا رب رزقني الزوج الصالح، ولكن في الداخل ديالها عامر بالخوف. كتقول شكون غادي يبغيني انا، شكون انا في ملك الله اللي غادي يبغيني واحد الشخص. كتقول يا ربي فرجها عليا، ولكن العقل ديالها مركز غير مع المشاكل والهم والخوف. سمعيني مزيان، نهار عرفة علمي قلبك اليقين ماشي غير الدعاء. اليقين هو انك تدعي وكأن الامر صافي تكتب لك، وكأن الله كيسمعك، وكأن الفرج بدا كيتحرك ليك من العالم الغيبي وانتي ما شفتيش، واخا انتي باقا ما كيبانش لك البوادر ديالو، ولكن تأكدي بأن الله مكتبه لك. هذا هو اليقين، واخا راكي مازال ما شفتيش. يعني الامر ما كيبانش لك في الواقع، ولكن تكوني متيقنه انه غادي يوقع لك. الله ما كيطلبش منك تكوني كامله، كيطلب منك فقط انك تثقي فيه. ومن اقوى الحوايج اللي تقدري ديري في نهار عرفه هي التفريغ الروحي. شنو هو التفريغ الروحي؟ يعني قبل ما تطلبي اشياء جديده فرغي قلبك من الثقل اللي انت فيه. بزاف ديال البنات الداخل ديالهم عامر بالحقد وبالمقارنات وبالغيره وبالخوف والحسره والندم والتعلق بالماضي وكره النفس. راه ما يمكنش الا بقيت نعدد لكم في اللائحه راه ما غاديش تقاده. وكيبقاو يدعيو بالرزق والراحه، ولكن راه مازال القلب عامر بالفوضى. القلب المشحون ما كيستقبلش بسهوله. ديروا هذه في بالكم. فهاد النهار جربي تسامحي، ما قدرتيش تنساي سامحي، الا ما رجعش حقك كامل سامحي، ماشي على ود الناس ولكن على ود راحتك انتي. حيت التسامح ماشي ضعف، والتسامح هو تحرير لديك الطاقه ديالك. انا كنعرف شحال من وحده تبدلات حياتها ملي حبسات تعيش في دور الضحيه،
وشحال من باب تفتح ليها ملي قالت يا ربي انا مسامحه وباغيه غير نبدا من جديد. ومن بعد كتبداي بالدعاء، الدعاء لنفسك الكبيره. شنو كنقصد بهذه؟ بزاف ديال الناس كيدعيو غير بالحاجات الصغيره اليوميه، النجاح، الفلوس، الزواج، الخدمه، وهما حوايج فعلا زوينين، ولكن عمرك دعيتي الله يبدلك انت من الداخل؟ عمرك جربتي تطلبي الله يبدلك انت من الداخل؟ قولي مثلا يا رب بدلني للافضل، يا رب نقي قلبي، يا رب علمني نحب نفسي بطريقه صحيه، يا رب خرجني من عقليه الخوف والقله، يا رب ارزقني السلام الداخلي، يا رب ردني اليك ردا جميلا، يا رب خليني انسانه خفيفه مطمئنه وقريبه منك. حيت السر الحقيقي راه ماشي ان الله يغير الظروف فقط، السر هو ان الله يغيرك انت، ومن بعد الواقع كله كيبدا يتبدل. حاجه اخرى ممكن ديريها في نهار عرفه هي الصدقه بنيه فتح الابواب. ماشي ضروري مبلغ كبير، لان تصدقوا ولو بشق تمره. اي حاجه ممكن تصدقي بها ولو بالقليل. يمكن تشري ماكله لشي واحد محتاج، يمكن تصيفطي مبلغ صغير لشي وحده محتاجه، يمكن تعاوني امك في الدار بنيه البركه. حيت الصدقه في هذه الايام عندها واحد النور مختلف، وعندها واحد الحلاوه مختلفه. وحاجه مهمه هي ان هاد الصدقه خاصها دار بصمت، هذه بلا ما نوصيكم عليها، بينك وبين الله فقط. وكاين عبادات سريه كتبدل القدر ديال الانسان بطريقه ما كيتخيلهاش. واحد النقطه مهمه بغيت نشير ليها اليوم، نهار عرفه فرصه قويه باش تدعي لعلاقاتك تتنقى. ماشي اي شخص في حياتك راه نعمه، وماشي اي تعلق راه حب. كاين علاقات كتستنزف روحك وكتخليك بعيده على الله وبعيده حتى على نفسك. فهذا النهار قول يا رب اي علاقه ما فيهاش الخير ليا خرجها من حياتي بلطف، واي شخص فيه الخير والراحه والصدق قربوا ليا. حيت بعض المرات كنتمسكوا باشخاص والله باغي يعطينا افضل منهم، وحنا حابسين ريوسنا واحلين في واحد القمقم، لا لاصقين حنا في هذيك العلاقه ما باغينش نتفكوا منها. غير ربي مكتب لك واحد الحاجه اخرى، صافي خرجي من ديك العلاقه وغادي يبداو يظهروا ناس جداد في حياتك. ونزيدك حاجه مهمه، نهار عرفه ماشي غير الدعاء، نهار القرار. شنو بغيتي تقولي؟ يعني اختاري نسخه جديده من نفسك. مثلا من اليوم من نهار عرفه غادي نحبس جلد الذات، غادي نصلي بانتظام، غادي نقص من التعلق، وعلى الاقل غادي نحاول نغير اتجاه التعلق ديالي لواحد الشخص ولا لواحد الحاجه، نغير الاتجاه للتعلق بالله. غادي نعتني براسي، غادي نبعد على المقارنات، غادي نبدا حياة انظف نفسيا وروحيا. حيت كاين فرق بين وحده كتدعي فقط ووحده كتدعي وكتقرر انها تغير. وبغيت نقول لك واحد الحاجه من القلب، يمكن الدعوه اللي غادي تدعيها في عرفه هي اللي غادي تبدل حياتك كامله من بعد شهور ولا حتى من بعد سنوات. يمكن دابا ما تشوفي والو، ما يبانش لك الفرق، ولكن الله كيرتب لك الاقدار في الغيب بطرق ما تخيليهاش. يمكن شخص كنتي غادي تلاقاي به، يمكن باب رزق غادي تفتح ليك، يمكن شفاء نفسي، يمكن راحة داخلية، يمكن نجاة من شيء ما كنتيش عارفة أصلا أنه غادي يضرك. فما تحتقرش الدعاء أبدا أبدا. ودابا بغيت نعطيك برنامج روحي بسيط لنهار عرفة. في الصباح صيام، وغادي تصلي ركعتين بنية الفتح والتيسير، تقراي شويه ديال القران ولو صفحه ولا جوج صفحات، ماشي صعيب، ما غاديش ياخذ منك وقت بزاف. في وقت الظهر كتبي كل الادعيه اللي في قلبك، كل شيء اللي في قلبك خرجيه، دعاء بالمغفره والرزق والشفاء. في وقت العصر كتري من الاستغفار، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في وقت المغرب، وهذه هي الساعه الذهبيه واقوى وقت للدعاء، تخشعي بكي دعي تكلمي مع الله من قلبك، خرجي كلشي اللي في قلبك، قولي كلشي حتى الحاجات اللي ما عمرك ما قلتيها لشي واحد. هذه هي الفرصه ديالك. وباش نختم هذا الفيديو ما نطولش عليك بزاف، نهار عرفه ماشي فقط يوم في السنه، ماشي يوم ديني عادي، يمكن يكون بدايه حياه جديده،
الله ما نساكش ولا متجاهلك ولا بعيد عليك. الله قريب منا بزاف، ما يمكنش تخيلي الله شحال قريب منا. يمكن فقط كان كيتسنى منك ترجعي له بقلب صادق و... ونية صافية. إلا وصلتي لهنا كتبي لي في التعليقات يا رب بدل حياتي للأفضل، وما تنسيش تشاركي الفيديو مع أي بنت محتاجة تسمع هذا الكلام، يمكن تدي الأجر ديالها، يمكن تكوني سباب في راحة قلبها. ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، وبسلامة.